شبهات وردود. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، حبيبنا ونبينا وقرة عيننا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين، أما بعد. وقد علم كثير من الناس بما دار وجرى في مناظرات ومحاورات قناة المستقلة، وذلك أن هذه القناة قامت بتسجيل حوارات بين أهل السنة والجماعة مع طائفة الشيعة الاثني عشرية. واستمرت هذه الحوارات فترة من الزمن، وكان لها تاريخ قديم قبل قناة المستقلة، حيث إن البحث عن الحق كان ديدن العلماء السابقين، فكانوا يحرصون على مثل هذه المناظرات والمحاورات في سبيل الوصول إلى الحق. ولله الحمد والمنة، فقد كانت هذه المحاورات وهذه المناظرات كان لها أثر عظيم وإيجابيات كثيرة، وإن كانت لا تخلو من سلبيات. والذي أردناه الآن هو أنه خلال هذه المناظرات والمحاورات حصل أنه طرحت بعض الشبهات ولم نرد عليها، وذلك لأسباب كثيرة. من أهمها وأعظمها أن هذه الشبهات لا دخل لها في الموضوع، وذلك أن موضوع المناظرة في تلك الليالي كان موضوعها الإمام جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، المشهور بجعفر الصادق. ولما كان الحوار منصبا حول هذه الشخصية وحول ما ينسب إليها من تراث كبير جدا، فحاولنا أن لا نخرج عن موضوع هذه الشخصية، ألا وهي شخصية جعفر الصادق رحمه الله تبارك وتعالى. وكان المحاورون لنا حسب ظني حريصين أشد الحرص على الخروج عن الموضوع، حيث إنهم ما طاب لهم أبدا أن يكون الحديث حول تراث جعفر بن محمد رحمه الله جل وعلا. وإذا كانوا يأتون بالمواضيع الخارجة عن موضوع جعفر، فكانوا يتكلمون عن صحيح البخاري مثلا، أو عن بعض علماء أهل السنة، أو عن قضايا جانبية لا شأن لها في هذا الموضوع، أهملنا ذكرها في المناظرة حتى لا يتشتت الموضوع الذي كان هذا مرادهم حسب علمي وظني. والسبب الثاني الذي من أجله لم نجب عن هذه الشبهات وضيق الوقت، وأحيانا كنا نرد على الشبهة يعني ردا مختصرا أيضا لضيق الوقت، فأحببنا الآن أن نفصل بعض الشيء في بعض هذه الشبهات. كذلك من الأسباب التي رأيناها أو رأينا من أجلها أن لا نرد على تلك الشبهات في ذلك الوقت، ظننا أنها ليست بشبهات وإنما هو كلام فارغ. ثم لما رجعنا من المناظرة بلغنا عن البعض أنه ربما يعني أثر في هذه الشبهة لقلة علمه
أثرت في هذه الشبهة أو لم يفهمها، فأحببنا كذلك أن نبين الحق فيها. وغير ذلك كثير من الأسباب التي من أجلها أهمل أو اختصر في ذكر تلك الشبهات والرد عليها. من الأمور التي قد أقول يعني ظاهرة جدا في هذه المسألة، أذكر كلاما للكوراني، علي الكوراني، لما تدخل مرة وقال هؤلاء يلقون علينا شبهات حول جعفر رضي الله عنه، نحتاج إلى وقت طويل حتى نرد على مثل هذه الشبهات. فأذكر أنه أعطي نصف ساعة في حلقة واحدة، مع أنه لم يحصل هذا أبدا للمناظرين فضلا عن المتصلين أن يعطى مثل هذا الوقت، فأعطي نصف ساعة ومع هذا لم يجب عن شبهة، وإنما ألقى شبهات حول مواضيع أخرى غير موضوع جعفر الصادق رحمه الله تعالى. وأظن أن الأمر بعد هذا كله يحتاج إلى مثل هذا التوضيح. هذه بعض الشبهات، وذلك أنني راجعت الأشرطة، رأيتها مرة ثانية بعد عودتي إلى البلاد، ونظرت في هذه الأشرطة واستخلصت بعض الشبهات التي أرى أنها من المناسب أن أذكرها وأبينها، وكذلك ما يعني أعطاني إياه بعض الإخوة ممن تابعوا هذه المناظرات أو سمعوا من الناس بعض هذه الشبهات التي يتمنون أن لو رد عليها، فجمعتها في بعض النقاط عندي الآن هنا حتى نذكرها واحدة واحدة. فنبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته، مستعينين به ومصلين على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه.